السيد بسام جعارة الكاتب الصحفي السوري. سيد بسام جعارة، مرحبا بك بتلفزيون الجزائر. بداية، كيف تقدر الموقف اليوم في سوريا بعد هذا الأسبوع الذي لم يكن طبيعيا ولا عاديا؟ يعني اسمح لي في البداية أقول عندما استمعت إلى تقريركم تهيأ لي أنني أستمع إلى تلفزيون الدنيا، تلفزيون المجرم القاتل بشار الأسد. بل أكثر من ذلك، لا أعتقد أن قناة إسرائيلية يمكن أن تصف أهل حلب بالإرهابيين. خليني أولا أحيي الشعب الجزائري العظيم، بلد المليون شهيد اللي وقف مع الشعب السوري. وبدي خص بالتحية هيئة العلماء المسلمين، وبدي أذكر وزير الخارجية اللي وصف أهل حلب بالإرهابيين. أن أهل حلب في عام 56 تظاهر 25,000 منهم وأحرقوا القنصلية الفرنسية احتجاجا على جرائم المحتل الفرنسي في الجزائر. دكتور سيد جعارة، سيد جعارة، أولا يا سيدي، أولا وزير الخارجية لم يقل ذلك، فلا يجب أن تحرف تصريحا. لم يصف أبدا أهل حلب بالإرهابيين أولا، ولا تصف لا تشبه تقريرا. سأترك لك المجال. لا طبعا لن أسمح لك بأن تشبه تقريرا يعني محايدا بأنه مجرما أو تفضل، أنت معنا على المباشر ولك الحق في أن تقول ما تريد دون أن تجرح في أي. تفضل سيد جعارة. أنا أصف الوقائع عندما يقول وزير الخارجية الفرق، عندما يقول وزير الخارجية الجزائري أن الجيش السوري استعاد السيادة، وهو يعلم تماما أن الميليشيات الطائفية الإيرانية العراقية اللبنانية استباحت حلب واحتلت حلب، ويعرف أن الطيران الروسي دمر حلب. هو يزور الوقائع، هو يخدع الشعب الجزائري، هو يصطف مع قاتل قدم له النفط، صوت معه في مجلس الأمن، صوت معه في الأمم المتحدة، في مجلس حقوق الإنسان، اصطفوا مع القاتل. المسألة تتعلق بالأخلاق قبل أن تتعلق بالسياسة. يا سيد جعارة، هذا يا سيد جعارة أن من يؤيده سيد جعارة، هذا أولا رأيك، ولأننا نحترم الرأي والرأي الآخر، فأنت على المباشر بتلفزيون الجزائر وتتحدث عن وزير خارجية الجزائر بهذا الشكل، ولك كل الحرية في أن تتحدث، فقط باحترام، لأننا نؤمن بحرية الرأي والرأي الآخر. الآن سؤالي سيكون عن تقديرك للوضع على الأرض بعد الذي حدث في حلب هذا الأسبوع. تفضل. حلب محتلة من قبل الروس ومن قبل 62 ميليشيا طائفية إيرانية لبنانية عراقية أفغانية بمعرفة العالم كله. لا يوجد شيء اسمه جيش عربي سوري. هذا الجيش انكسر، انهزم، انشق 3/4، لم يبقى منه إلا الشبيحة. نحن نقتل بقرار دولي. روسيا تقصف المدن، تدمر المدن. الميليشيات العراقية الإيرانية الأفغانية تفتك بالأطفال، تنفذ إعدامات ميدانية. كل وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان وثقت ذلك بالتوثيق. كلهم قالوا أن بشار مجرم حرب وأن الميليشيات تفتك بالسوريين. ثم يأتي وزير خارجية يفترض يكون عربي يقول أن النظام استعاد سيادته على البلد. أي سيادة؟ يا سيد جعارة، ومن العراق ومن لبنان ومن روسيا. يا سيد جعارة، أعتقد أن وزير الخارجية لم يكن سببا فيما يحدث في سوريا على الأقل منذ البداية. فأنا طرحت عليك سؤالا واضحا: كيف تقدر الموقف اليوم؟ عندما يدعم
اسمح لي أنت تحدثت عن هذه النقطة ستبقى. اسمح لي. لحظة ألف واحد في حلب الآن يحتمون بالجيش السوري وينتقدون ويدينون الذين غرروا بهم بما فيها. أنت المقيم في لندن، أنت لست معارض، أنت مقيم في لندن، أنت مقيم في لندن وتدعو للشعب السوري ولسوريا تحترم. هذا ليس كلام هذا يا أستاذ. أنتم الذين سببتم باحتراق سوريا. لحظة يا سيد جعارة لو سمحت. سيد جعارة أنت ضيف البرنامج لو سمحت. يا سيد جعارة لو سأتركك تكمل. يا سيدي الكريم، أنت على المباشر وعلى تلفزيون الجزائر، قلت لك هذا منذ البداية، ونحن نقدر ما تقول ونحترم رأيك دون تجريح. أنا طرحت عليك سؤالا، قلت لك كيف تقدر الموقف اليوم؟ تفضل دون تجريح لو سمحت، نريد أن نستمع إلى وجهة نظرك حتى وإن كنت بعيدا عن سوريا في العالم. لك تفضل. وانتوا قاعدين بحلب، ضيفك قاعد بحلب، خليني اقول لك انا اتحدث عن تلفزيون جزائري، ويجب ان يعرف الشعب الجزائري ان هذا النظام الجزائري قدم الرفض لنظام مجرم قاتل، اعطى الوقود للدبابات وللطائرات التي تقتل الشعب السوري. أستاذ، من أين أتيت هذه المعلومات؟ هل أتيت بها من سوريا؟ لا، ما تجيش أبدا. هل أتيت من سوريا؟ هو أعطيت له. سيد جعارة، أتدري ماذا تفعل الآن؟ يعني بدل أن تتحدث عن قضيتك أنت ترمي بالحجارة على أي كان. لا أستاذ كريم، أنا أستاذ في العلم السياسي، الحوار غير علمي. أنا يبدو لي نتخلى عن السيد هذا لا، إذا كان يكون أشياء غير علمية يتهم. لا سيد جعارة، يا إما تتكلم كلام علمي يا إما لا تتكلم. أما تتكلم كلام سياسي مفبرك مفتعل على دولة في مستوى الجزائر التي حافظت على وحدة سوريا وحافظت على الاستقرار العربي، ورجع كل العرب الآن بما فيها الليبيين الذين عملوا ما يسمى ب 17 فبراير. حفتر أمس كان هناك، كان من الذين ذهبوا وكانوا معارضين للنظام، والآن هم يرجعون للجزائر. في الخليج العربي في كل الدول، حتى وزراء الخليج قبل 3 أسابيع أتى وزير الليبي، الوزير الكويتي، الوزير الإماراتي، الوزير الخارجية القطريين، غيرهم كلهم يلجؤون إلى أن الجزائر أصبحت واجهة دبلوماسية قوية للتسوية القضايا التي تسببتم فيها أنتم، وأنتم مقيمون في لندن وفي باريس، وبما فيها برهان غاليون الذين راهنوا عليه وهو الآن ضدهم. برهان غاليون في حد ذاته الذين راهنوا أن يكون رئيس الخليفة البشار هو الآن ضدهم، وتقدم المسؤول للقاتل. طيب كل شيء للقاتل. سيد جعارة، تدعم القاتل سياسيا، يا سيد جعارة، اقتصاديا. يجب ان يعرف الشعب الجزائري. ولا تتكلم بالفكر، انا نتكلم معك فكريا. هل برهان غاليون معكم الان؟ جلمني. اعطيه حبه مسكنات. ليس معكم انتم الذين حبه مسكن. يا سيد جعارة، هل تعلم والله يا سيد جعارة، أنا أتأسف لأننا كنا نريد أن تعطينا الوضع في حلب، فإذا بك تستغل هذه الدقائق في الحديث عن أمور ليست منطقية. يعني أنا الوضع. لا يا سيدي، أنت على المباشر. أنتم تريدون تزوير الحقائق. لا لماذا؟ أنت تريد تزوير الحقائق. أنت تتحمل تزوير الحقائق. هل تستطيع أن تقول أنت قلتها بسمعك كريم؟ وأنا أتحدث عن الكتل. ويعرف الآن فقط 140,000 أجنبي موجود في سوريا يحارب مرتزق. هل أنت تقر بها في بداية في أفغانستان؟ معنى أنت تعترف بأنهم مرتزقة هم الذين كانوا يعارضوا في النظام وليس سوريين. نعم. سيد جعارة، من احتضن اللاجئين؟ أنت المرتزق. أنت المرتزق. أنت وزير خارجيتك. سيد جعارة، لا. أنت عندما أنا ما أتكلمش على وزير الخارجية. وزير الخارجية أسمى مما تكلم. دعوني أتحدث. أنا آسف لأنك لم تحترم بلدي ولم تحترم هذا البلاتو. أعطيناك الفرصة ونحترم رأيك. الشعب الجزائري. لكن يا سيدي، أنا لم أتحدث عن بلدك. سيد جعارة، يا سيد جعارة، أنت ضيف اليوم. يا سيد جعارة، أتحدث عن نظام مجرم، رسالة مجرم. يا سيد جعارة، لما تتصرخون؟ لما تعودتم على الصراخ؟ تريد الجزائر سوريا
بدل هذا الحديث غلط. انت عربي ومسلم وتريد الجزائر ان تصبح مثل سوريا. لن تصبح الجزائر. اردت ان تكون الجزائر مثل سوريا ولن تصبح الجزائر كما عرفتوها انتم. شكرا جزيلا لك سيد العارة، الكاتب الصحفي السوري الذي كنت أتمنى أن يتحدث عن حلب ويتحدث عن سوريا ويتحدث عن الوضع في هذا البلد. أعطيناه كل الوقت وكل الحرية، لكن يبدو أن بعض العرب يتمنون الكثير من الشر ويتمنون الكثير من الضغينة ومن الحقد لبلدنا. ربما يهزهم استقرار الجزائر ويهزهم ربما موقفنا الثابت الذي لم يتغير. سأعطيك المجال سيدتي وقت الآذان على أن نعود إليك وإلى البلاتو بعد قليل، وبرنامج في دائرة الضوء على الهواء مباشرة من تلفزيون الجزائر.